السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد من اكبر الاخبار اللي هزات الساحه الكرويه المغربيه والعالميه. اللاعب الكبير حكيم زياش نجم المنتخب الوطني المغربي رسميا غادي يلبس القميص الاحمر ديال الوداد الرياضي. واش تخيلتوا معايا زياش اللي لعب في اياكس وتشيلسي راجع يلعب في بلادو المغرب ومع الوداد بالضبط؟ خليكم معايا باش نعرفوا التفاصيل كامله على هاد الصفقة التاريخية. رئيس نادي الوداد هشام أيتمنى خرج بتصريحات لصحيفة عكاظ السعودية وأكد الخبر بنفسه. قال بالحرف: حكيم زياش وقع عقد انضمامه إلى الوداد حتى العام 2027 مع خيار التمديد، يعني العقد طويل المدى، وزياش غادي يكون عنصر أساسي في مشروع الوداد الجديد. وأيتمنى زاد وقال: المفاوضات كانت سلسة بزاف لأن زياش عبر من الأول على رغبته يلعب في بلاده رغم العروض المغرية اللي جاوه من برا. يعني الراجل اختار القلب، اختار يرجع للمغرب. من بعد ما تأكد الخبر التفاعل كان ضخم بزاف في السوشيال ميديا، الناس في المغرب كامل فرحوا وجماهير الوداد داروا ضجة غير عادية. هذه الصفقة ماشي عادية لأنها كتجمع نجم عالمي بحجم زياش مع واحد من أكبر الأندية في إفريقيا. ومصادر قريبة من الفريق أكدت أن زياش غادي يتقدم رسميا كلاعب جديد في صفوف الوداد خلال الساعات القادمة. يعني في القريب العاجل غادي نشوفوه لابس الحمر وكيهز القميص قدام الجمهور. وحسب مصادر موثوقه زياش غادي يشارك في كل المسابقات اللي غادي يخوضها الوداد هذا الموسم. الاداره والتقنيين كيعولوا عليه باش يكون نجم الفريق ويساعد الوداد يرجع للواجهه ويحقق الانتصارات. زياش بخبرته في الدوريات الاوروبيه الكبيره غادي يعطي اضافه خرافيه للفريق، خصوصا من ناحيه الابداع الهجومي والتمريرات الساحره ديالو. والجماهير كيتسناو يشوفوه كيعطي نفس الروح اللي عطاها في مونديال قطر 2022، ولكن هذه المره في ملعب محمد الخامس. باختصار حكيم زياش اختار يرجع للجذور، اختار يلعب في بلاده وبين جمهور كيحبه بصدق. هذه الصفقة ماشي غير رياضية بل عندها طابع رمزي كبير، نجم عالمي كيرجع يرفع قيمة الكرة الوطنية. شنو رأيكم نتوما؟ واش كتشوفوا أن زياش غادي ينجح في هذه التجربة؟ كتبوا لي رأيكم في التعاليق وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. تهلاو.